قُل لمراتك تهتم بابنها شوية، ده مش عارف يسلِّم على جدته، ما إحنا ياما كبّرنا وما كانش في حد بيساعدنا. الجملة دي اتقالت في مسلسل باللون الأزرق للفنان أحمد رزق. المسلسل حلو جدًا الحقيقة، بيناقش موضوع مهم جدًا، الطفل اللي عنده توحُّد، بدايات توحُّد، والأم اللي عندها طموح ومستقبل وعايزة تحققه. وهنا بيظهر دور الجدة اللي هي أم أحمد رزق، اللي شايفة إن الأم مقصّرة في كل حاجة. بس هي مش مقصّرة، هي بتتعلّم تتعامل إزاي مع طفل عنده توحُّد. وهنا بقى بيظهر دور الجدة اللي بتحكُم وهي أصلًا مش فاهمة، بتحكُم على الأم إنها مقصّرة. طَب أنتِ عرفتِ منين إنها مقصّرة؟ عرفتِ منين إن هي يعني مُجهدة وبتحاول إنها تتعلّم في ابنها اللي عنده توحُّد، اللي هو أصلًا بيبقى التعامل معاه مش سهل أبدًا، وده هاقوله لكم في فيديو تاني، إزاي نتعامل مع الطفل اللي عنده توحُّد. كل ده إحنا بنحكم بالشكل. الأهل اللي بيحكموا على البنت إن هي مقصّرة وإن هي مش عارفة تربّي وإن هي عايشة حياتها وسايبة ابنها، ما تحكموش وأنتم مش شايفين اللي جوّه البيوت بجد، لإن أنتم بتبقوا عبء على الأم دي، بتبقوا حِمل عليها لإنها طول الوقت بتبقى عايزة تثبت إنها أم كُفء في التربية، وهي مش مضطرة أبدًا إنها تثبت لكم ده، كل أم شايلة شيلتها. فما ينفعش نحكم عليها بمجرد إن هي الطفل ده ما سلِّمش على الجدة دي، يبقى الطفل ده مش متربي والأم دي مش مركّزة معاه ومشغولة بشغلها. لا، ده مش حقيقي. الأمهات بيبذلوا مجهود يعني الحقيقة جبار عشان يعرفوا يطلّعوا طفل سَوِي للمجتمع. في طبعًا أمهات بتبقى مقصّرة، لكن إحنا مش حَكَم عليهم والأمهات بالذات الستات الكبيرة ما تحكموش وأنتم ما تعرفوش.